السلام عليكم. اخباركم ايه؟ هنتكلم النهارده عن موضوع. مش هقول ان انا دكتور. بس هكلمكم النهارده من مبدأ كده. عندنا في مثل في مصر بنقوله: اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. طبعا ده ما يمنعش ان انت تسأل طبيب، عشان احنا بس قلنا بس الشيء بالشيء يذكر يعني. ما تزعلوش بس لو الصورة بتتهز. اهم حاجة ان انتوا سامعيني كويس. هنتكلم النهارده عن نوع من انواع الدكاترة، اللي هم الدكاترة اللي احنا بنقول عليهم جراحين بس هم جزارين وداخلين. تخش لهم سليم يحسسوك ان انت لازم تموت، او هتموت اذا ما عملتش العملية، وهو في الاخر بيبقى حاطط عينه على القرشين اللي انت هتديهم له، ومش همه اذا كنت انت هتبقى بصحة كويسة ولا لا. هتكلم النهارده عن معاناتي انا الشخصيه بمرض الانزلاق الغضروفي، اعزكم الله يعني. ربنا يبعد عنكم المرض. انا بقالي 7 سنين بعاني من انزلاق غضروفي شديد جدا. اخر دكتور رحت له سود لي الدنيا في وشي، وتقريبا حسسني ان انا هموت او ان انا هتشل قريب، ولازم ان انت تجيلي تعمل العمليه في اقرب فرصه، ولازم ان العمليه دي تحصل في اقرب فرصه، واذا ما عملتهاش انت هتتشل وهتقعد في البيت. فخلال تجربتي مع الانترنت كده، وان انا قاعد اتفرج على فيديوهات، لقيت دكتور يعني ربنا يحفظه ان شاء الله كده، ويجعل الكلام اللي قاله ده في ميزان حسناته. اتكلم عن حاجه اسمها الريد فلاجز. تعالوا بقى نعرف النهارده يعني ايه ريد فلاجز، يعني ايه الكلام اللي احنا بنقول عليه ده. اولا، لو انت وصلت معايا للمرحله دي فانا احب اشكرك جدا، ويا ريت تدعمنا بسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك المحتوى بتاعنا. الريد فلاجز دي عباره عن اللي هي المؤشرات اللي انت لازم لو وصلت لها لازم تعمل عمليه. لو ما عندكش حاجه من المؤشرات دي فيا ريت ابعد عن الدكتور ده وحاول تشوف لك دكتور تاني، ويلتزم بتعليمات العلاج الطبيعي، وامشي على الادويه، وان شاء الله هتبقى في احسن حال. اول حاجه من الريد فلاجز دي ان انت تكون الشبشب اعزك الله بيقع من رجلك. بيقع من رجلك يعني معناه ان انت مش قادر تتحكم في رجلك، فدي واحد من الريد فلاجز اللي انت لازم تاخد بالك منها كويس جدا. تاني ريد فلاجز التنميل المستمر. التنميل المستمر، وده بيكون نتيجة ضغط العصب بشكل كبير جدا. وتنميل مش هنقول تنميل تنميل عادي ممكن تقرص نفسك تحس، لا ده تنميل انت مش حاسس برجلك خالص. فدي واحد من الريد فلاجز اللي انت لازم تاخد بالك منها كويس جدا. تالت حاجة او تالت ريد فلاجز اعزكم الله ان انتم ما تقدروش تتحكموا في البول او البراز، ودي بتبقى بقى اخر علامة، ودي خلاص بقى انت لازم فعلا تروح تعمل عملية. اتمنى لكم كل الصحة. يا ريت يا جماعة تخلوا بالكم من الدكاترة اللي بتروحوا لهم، واشوفكم دايما على خير. ما تنسوش دعاء لاهلنا في فلسطين، ولو تقدروا تساعدوهم بالمال يبقى كتر الف خيركم، وما تملوش دايما من الدعاء ليهم، وانشروا عشان انتوا صوتهم اللي فاضل. مع السلامة.